خدت الشبكة ورحت عشان أبيعها. لكن المصيبة التانية اكتشفت إن الشبكة دهب صيني، وهنا افتكرت كلام علي وعرفت هو ليه كان مصمم إني ما باعهاش. طلعت من عند بتاع الدهب وقعدت على الرصيف. الدنيا كلها كانت سواد قدامي، بفكر أنا عملت إيه عشان أقابل كل ده. أنا عمري ما أذيت حد، بالعكس علي من أكتر الناس اللي ساعدتها، كان عندي استعداد أديله عمري كله بس لو كان طلب. ندخل بقى على المصيبة الأكبر، المصيبة اللي دمرتني وأفقدتني الثقة في كل الناس. في يوم لقيت حد من زمايلنا ليه علاقة مشتركة معايا أنا وبسمة وعلي بيتصل بيا وبيبلغني إنه شاف صور فرح لعلي وبسمة من أحد الأقارب على مواصل السوشيال ميديا على الإنترنت. قلبي انكسر 100 حتة لما سمعت الخبر. مش لأن علي اتجوز بالسرعة دي، لا 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 لا، واحد زي ده أتوقع منه أي حاجة، لكن بسمة دي كانت أختي، كانت شريكتي في كل حاجة في حياتي. كان ممكن أصدق أي حاجة في الكون ممكن تحصل ما عدا إن بسمة تخوني. وبعديها دخلت في حالة اكتئاب حاد لدرجة إني دخلت المستشفى أكتر من مرة، واستمر الحال على كده لغاية ما واحدة زميلتي شارت عليا بدكتور نفسي